منبع الكلمات والمفردات والحروف سيبقى في إعلامنا متجددا، سيبقى يتدفق ليفند ادعاءات إعلام عربي اللغة غربي الهوى، سيبقى ليكون أداة مساندة تقف وتكشف زيف هذه القنوات التي توظف كل إمكاناتها وتعمل بكل طاقاتها لتزرع شعرة الفتنة بين أبناء سوريا. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن آلاف السوريين تظاهروا في بلدة صقبة في محافظة ريف دمشق مساء أمس الاثنين. لن نطيل، وكما رأيتم وسمعتم في أخبارها وعناوينها تظاهرات بالآلاف في صقبة، ولنقل المصداقية التي اعتادت كاميرا الدنيا رفع شعارها صوت الناس وصورة الحياة أن تنقلها لكم، قررت عدستنا أن تذهب إلى منطقة صقبة في ريف دمشق لترصد لكم صورة الحياة الطبيعية التي تعيشها هذه المدينة، ولتسمعوا من أفواه أبنائها ما حدث على أرض الواقع. التظاهر كان هو عبارة عن مشاركة بتشييع شاب من شباب صقبة اللي هو صار له شهر كان بمشفى وعم يعاني وتوفى، فهذا اللي كان. أما الوضع بصقبة بشكل عام وضع هادي، للأسف القنوات عم تأثر علينا بصراحة كسوق تجاري أكثر ما تفيدنا تفكر حالها يعني. وأنا بقول لكم يعطيكم العافية لجيدكم بصراحة. هلا هو مو تظاهر يعني إنه متظاهر، هو كان في إنه تشييع شاب عم يشيعوا بس مو أكثر، لا مو تظاهر. كان عبارة عن تشييع يعني ما في تظاهر. كان إنسان متوفي قتلوا ناس مندسين وهو كان عم يجيب أغراض من سوق الهال يوم التظاهر، ومبارح شيعوا، أما ما كان في تظاهر نهائيا يعني ما هو تظاهر، عبارة عن تشييع بس للشهيد كان. ما في شيء الحمد لله، يعني تشييع عادي امبارحة، وتشييع كل البلد تطلع بالتشييع عادة يعني كل الشعوب العربية بتطلع بالتشييع يعني كلياتنا بنطلع بالتشييع. يعني نحن بدنا نقول لك انه اصلا لا عندنا مئات الوف ولا عندنا كل سقبة 10000 واحد او 5000 واحد، واللي طلع او ما طلع يعني هذا شغله كذبه، لانه نحن ما عندنا مسيرات، لا عندنا مظاهرات، كل اسبوع بتصوروا ما بتشوفوا شيء، وهي الشوارع فاضيه بسقبة يعني ما عندنا هيك اشكالات ابدا نحن، وبلدنا هاديه والحمد لله وراخي ومرتبه، وهي اطفالنا واولادنا كلهم يعني عايشين بسلام. يعني شفت عندكم يعني المحلات فاتحه والوضع طبيعي جدا جدا، هو مجرد انه جنازه شهيد وراحوا يعني ما صار شيء بنوب، ما في شيء عنا الحمد لله، وشايفه يعني هي العالم والحركه، بس انه شو اهدافهم شو ابعد اهدافهم الله اعلم. احنا بنقول للشعب هذا كلياته وان كان بالداخل وان كان بالخارج، سوريا بتضل قويه ومنغصبا عنهم ان رضوا وان ما رضوا. صوت الطفولة ينطق ليعبر عن أمنياتهم في أن تعود سوريا كما كانت، بلد محبة وسلام وأمان. بنحب بلدنا وبدنا رئيسنا بشار الأسد على الخير تم ببلدنا، ولا بتكون خير البلد. كلمة الفصل تبقى لكم، وكلمة النصر طابع في وجه كل من أراد لسوريا العبث والفوضى والتخريب والإجرام، وكلمة الحب والانتماء الوطني تبقى من شعب أدرك المؤامرة واستطاع بوعيه أن يتجاوز شيئا فشيئا ما عاشه لأسابيع. في الختام تبقى كلمتنا النهائية أشبه بالمثل القائل: عين الشاهد ليست كأذن السامع، وهذه هي صقبة بأهلها تتابع حياتها بشكل طبيعي مستنكرة كل ما تحاول بثه القنوات الإعلامية من أجل بث فوضى وزعزعة أمن واستقرار سوريا. رانيا ذنون، تلفزيون الدنيا، من صقبة ريف دمشق.